التاريخ كما هو ذاكرة المغرب. عندما نسمع عبارة التقرير المصير، يقدم لنا الأمر عادة كقضية بعيدة، يقدم لنا الأمر عادة كقضية بعيدة تخص دولا أخرى وشعوبا أخرى وحدودا أخرى. لكن السؤال الحقيقي هو: ماذا يحدث عندما يعود هذا السلاح إلى الداخل؟ اليوم نفتح ملفا لا تحب السلطة الجزائرية الحديث عنه، ليس بدافع الاستفزاز ولا بدافع العاطفة، بل بدافع الفهم والتحليل. اليوم نتحدث عن منطقة القبائل. منطقة القبائل تقع في شمال الجزائر، وتحديدا في مناطق جبلية تمتد عبر تيزي وزو وبجاية وأجزاء من البويرة وسطيف. جبال جرجرة لم تكن مجرد طبيعة، بل كانت عبر التاريخ عاملا سياسيا جعل هذه المنطقة عصية على الإخضاع الكامل من أي سلطة مركزية، قديمة كانت أو حديثة. وفي التاريخ الجغرافيا لا تشرح المكان فقط، بل تشرح سلوك الدولة تجاهه. سكان هذه المنطقة هم أمازيغ القبائل، بلغتهم وثقافتهم وتنظيمهم الاجتماعي. هذه الهوي لم تخلق بعد الاستقلال، ولم تكن رد فعل على سياسات حديثة، بل هي هوية سابقة على الدولة الجزائرية نفسها. لكن بعد سنة 1962 لم يطرح سؤال التعدد، ولم يفتح نقاش حول الهوية. تم تقديم نموذج واحد للدولة، لغة واحدة وسردية واحدة، ومن خرج عنها وضع في خانة الشك. بدل أن يكون التنوع مصدر قوة، تم التعامل معه كتهديد، فرض التعريب، وتم تهميش الخصوصية الثقافية، واستخدمت أدوات الأمن حيث كان ينبغي استعمال السياسة. والنتيجة: الهوية لم تختفي، بل ازدادت وعيا بذاتها. منذ الستينيات عرفت منطقة القبائل أشكالا متعددة من القمع: فيتونين، تهميش اقتصادي ممنهج، وإقصاء ثقافي، سرتشنيهون شست، اعتقالات، شريط تضييق على النخب، بيكاسيان، نكا، وقمع دموي عند كل انفجار اجتماعي. وأبرز محطة في هذا المسار كانت أحداث الربيع الأسود سنة 2001، حين قوبلت الاحتجاجات الشعبية بالرصاص بدل الحوار. ومنذ ذلك الحين لم يغلق الجرح، بل ترك مفتوحا. وهنا نصل إلى سؤال جوهري: لماذا تخاف السلطة الجزائرية من منطقة القبائل؟ لأنها ليست منطقة فوضوية ولا تتحرك بدوافع عاطفية. هي منطقة ذات وعي سياسي مرتفع، تنظيم مدني، ونخب فكرية لا تستهلك الخطاب الرسمي كما هو. والأنظمة السلطوية لا تخاف من الفقر، بل تخاف من الوعي. في هذا السياق لا يمكن تجاهل واقعة اغتيال شكلت لحظة مفصلية في هذا المسار. سنة 2004 قتل نجل فرحات مهني على الأراضي الفرنسية. هذه ليست رواية ولا قصة، بل واقعة اغتيال تم التعامل معها بصمت مريب. لم تقدم للرأي العام إجابات واضحة: من أمر، من نفذ، ولماذا أغلق الملف عمليا؟ وعندما يغتال نجل معارض سياسي في بلد أجنبي، فالأمر لا يمكن اختزاله في حادث معزول. في العلاقات الدولية هذا النوع من الملفات لا يدفن صدفة. أي عملية تستهدف معارضا سياسيا أو محيطه خارج بلده لا يمكن أن تمر دون علم أجهزة الدولة المضيفة. النظام الجزائري معروف في علاقاته الخارجي بما يسمى دبلوماسية الشنط: شراء الصمت، شراء الوقت، وشراء المواقف. ليس هذا توصيفا عاطفيا، بل سلوكا سياسيا متكررا، حيث يستعمل المال بدل الحجة والنفط بدل الحقيقة. وعندما تجتمع واقعة اغتيال وصمت قضائي ونفوذ مالي، فإن المسؤولية تصبح سياسية وأخلاقية. ورغم كل ذلك لم يتراجع فرحات مهني، ولم يصمت
ولم ينسحب من المشهد. رجل فقد ابنه ومع ذلك واصل كفاحه السياسي وهو يعلم أن الرسالة كانت واضحة: التخويف بدل الحوار. وهذا وحده يكشف طبيعة التعامل مع القضية القبائلية. دولة تواجه مطالب سياسية بأدوات أمنية. نعود الآن إلى جوهر التناقض. نفس النظام الذي يرفع شعار تقرير المصير خارج حدوده ويقدمه كمبدأ أخلاقي، يرفضه داخل حدوده ويجرمه ويصنف المطالبين به كخطر على الدولة. وهنا نحن أمام مأزق لا يمكن تبريره، إما أن يكون المبدأ كونيا أو مجرد أداة سياسية. منطقة القبائل ليست مؤامرة وليست صناعة خارجية وليست ملفا أمنيا، هي سؤال هوية وسؤال دولة لم تحسن إدارة تنوعها. والتاريخ يعلمنا دائما: الهويات التي تقمع لا تموت بل تنتظر اللحظة المناسبة لتعود. ومن يلعب بوحدة الآخرين ويحول تقرير المصير إلى سلاح سياسي عليه أن يكون مستعدا لمواجهته يوما داخل بيته